مساء الفل. معاكم بسام، وهبقى موجود معاكم في كورس تحليل البيانات باستخدام الإكسل. هنعرف خلال الكورس دوت التفاصيل الخاصة بالإكسل، كل إزاي نقدر نستخدم الإكسل عشان نقدر نحلل البيانات. هنتعرف كده على برنامج الإكسل، إيه هو الإكسل، هي استخداماته، بنتعامل معاه إزاي، كل التفاصيل الموجودة جواه علشان نقدر نطلع بإنسايتس من البيانات الموجودة عندنا. أي حد عنده بيانات أو أي حد ممكن يكون عدى على الإكسل بدائيا، سواء إن إحنا اشتغلنا عليه في الكلية مثلا لو إحنا طلاب، أو حتى لو إحنا كنا في شغل، أكيد بشكل أو بآخر عدى علينا الإكسل في أي مهام يومية أو مهام خاصة بالأعمال بتاعتنا. ممكن نكون كمان شفنا سوفت ويرز مشابهة، زي جوجل شيتس او ليبرا اوفيس، في كذا حاجه شبه الاكسل بنقدر نطلع منها بده. النهارده هنتكلم عن اللي هو الاكسل. في الفيديو ده هنتكلم عن ايه هو الاكسل، ايه التفاصيل الخاصه بيه، وازاي بنستخدم الاكسل في تحليل البيانات. اول حاجه، ايه هو الاكسل؟ والله الاكسل هو برنامج بيتعامل مع جداول البيانات، وبيبقى انتاج او هو يعني بيتم تطويره من مايكروسوفت، وهو برنامج كبير جدا مشهور وموجود من التسعينات، موجود من زمان، وجزء من برامج الاوفيس اللي بتستخدم في الاعمال والمهام اليوميه، وبيساعدنا ان احنا نرتب ونحسب، نعمل حسابات بسيطه او نحلل البيانات بشكل سهل وبسيط. انترفيس خاصه بمايكروسوفت، بالتالي الموضوع بيبقى سهل. كلنا بنبقى فاميليار بيها، بالواجهه بتاعت مايكروسوفت، بالتفاصيل الخاصه بيها. فخلال الفيديو ده هنبتدي نتعرف شويه كمان على ايه هي الفوائد بتاعت الاكسل، ازاي بنستخدم الاكسل، او ليه بنستخدم الاكسل. وخلال باقي الفيديوهات الخاصه بالكورس هنبتدي نتعمق في ده ونشوف كمان بنحلل ازاي بيانات الاكسل. الاكسل ايه هو مميزاته؟ اول حاجه بالنسبه للاكسل هو ان هو الداتا فيه منظمه بشكل كبير. عندنا تنظيم كويس جدا للداتا، بيساعدك تقدر ترتب كميه كبيره جدا من البيانات في شكل منظم، لان احنا عندنا جواه كولمز وروز، فعندي اعمده وصفوف الداتا بتتخزن فيهم بشكل كويس، فبقدر خلاله احط الداتا بتاعتي، افلترها، اتعامل معاها. لو عندي قائمة بأسامي عملاء على سبيل المثال، أقدر أرتبها أبجديا، أختار عملاء معينين بناء على شروط معينة أنا ببقى حاططها. أي تفاصيل أنا ببقى محتاج أطلعها من الداتا، فبالتالي أقدر أفلترها من خلال الإكسل، أو أستخدم الحاجات اللي موجودة جواه. كذلك أقدر أتعامل على الداتا اللي موجودة جواه، أقدر أحللها أو أستخدم الأرقام اللي موجودة جواها والتفاصيل اللي موجودة جواها دي علشان أطلع بإنسايتس معينة، أو يقول لي هي الداتا دي بتديني معلومة عاملة إزاي، أو إيه هي المعلومات اللي أنا أقدر أطلعها من الداتا. كمان الاكسل من خلاله بقدر استخدمه علشان اعمل كالكوليشنز بسيطه او حسابات بسيطه. يقدر كمان يعمل لك الحسابات المعقده الكبيره الصعبه دي بشكل ودوال، او فورمولاز بسيطه، او فانكشنز موجوده جوه الاكسل بيلت ان. بالتالي اقدر من خلالها اجمع اي مصاريف شهريه خاصه بيا، بالنسبه مثلا لو عندي قوائم ليها علاقه بالماليه بتاعه المؤسسه او بتاعه الشركه اللي انا شغال فيها. اقدر اطرح، اقدر اضرب، اقدر اعمل العمليات الحسابيه، اقدر اعمل تحليل احصائي للحاجات اللي موجوده. يعني اقدر اعرف معدلات النمو بتاعتي، اتبع اتجاهات معينه خاصه بالداتا، او اي تفاصيل خاصه بالمبيعات لو انا بسجل المبيعات دي بشكل يومي جوه الاكسل، او بتتسجل بشكل يومي جوه الاكسل بتاعي. كمان اقدر اعمل تمثيل بصري للداتا بتاعتي، وابقى شايف هي الداتا دي بتقول لي ايه عن طريق التمثيل البصري ده. وده هنا حاجه اسمها داتا فيجواليزيشنز، والفيجواليزيشنز هي اللي بتخليك قادر تشوف كل الداتا بتاعتك دي في شكل رسوم بيانيه. قدامي الترندز بتاعت الداتا، احنا كنا فين، وصلنا لفين، المبيعات بتاعت الشهر اللي فات كانت عامله ازاي، خلال الشهور، خلال السنه، خلال السنين، خلال الايام. كل ده اقدر اعمله عن طريق الفيجوالز الموجوده بشكل اساسي جوه اكسل.
بالتالي نقدر نعمل performance dashboards، بنقدر نعمل dashboards تعبر لنا عن كل التفاصيل او كل الرسوم اللي انا بقدر اعملها. كمان نقدر نعمل اوتوميشن لبعض التاسكس، زي ان احنا نقدر نستخدم جوه الاكسل حاجه اسمها الماكروز. والماكروز هنا نقدر نعمل فيها شويه المهام اللي انا ببتدي اكررها او بعملها كل شويه لبعض مجموعه من البيانات او لبعض التفاصيل اللي انا بعملها. بخش افلتر الداتا بشكل معين، او اعمل سورت بشكل معين، اعمل لون معين لبعض الداتا، احسن او اغير في الخط بشكل معين بالنسبه للداتا اللي قدامي كلها. اقدر اكريت ماكرو، هو الماكرو ده هو اللي بيعمل ده بشكل اوتوماتيك بمجرد ما انا ما اديله اختصار معين. بالتالي الموضوع بالنسبه لي بيبقى اسهل واحسن في موضوع الاوتوميشن، بدل ما اكرر المهام بتاعتي كل مره. طيب، مين اللي بيستخدم الاكسل؟ والله ناس كتيره جدا بتستخدم الاكسل: الشركات والمحاسبين، محللين الشؤون الماليه، الناس اللي عندها مهام ليها علاقة بالموازنات العامة والبادجت، تحليل الأرباح والخسائر. لو احنا عايزين نعمل توقعات مالية للمستقبل عن طريق ان احنا اوريدي بقى عندي مجموعة من الداتا وعايز اعمل فوركاستنج للداتا دي في اللي جاي شكلها هيبقى عامل ازاي. لو احنا طلبة او مدرسين، بنقدر نستخدم الاكسل بتاعنا علشان نحط التفاصيل الخاصة بالامتحانات، بالدرجات، الاداء، البرفورمانس بتاعت الناس. نقدر نعمل تحليل احصائي لابحاث علميه اوريدي موجوده. نقدر لو احنا مديرين مشاريع، اوريدي، او عندنا يعني مشاريع خاصة بينا وعايزين نسجل الأداء بتاع المشاريع ده كله، التفاصيل بتاعتنا، نتابع خطة المشروعات، مواعيد التسليم، الحاجات الخاصة بينا، نشوف الجدول، المواعيد والموازنات الخاصة بينا، نقدر نتابع الشغل كله. كل ده بيتعمل عن طريق الإكسل. كمان بيستخدم الإكسل في السيلز تيم والماركتينج تيم، كل دول يقدروا يستخدموا الإكسل عشان يسجلوا اللي هم بيعملوه بالظبط وكل التفاصيل الخاصة بيه. ازاي نقدر ننزل الإكسل؟ والله نقدر نخش على الإكسل، سوري، نقدر نخش على اوفيس 365 ونقدر نعمل داونلود للباكج كله، او حتى نشوف الصفحه الخاصه بالاكسل داونلود. احنا هنا ممكن نستخدم الاكسل 2019 اللي هو يعتبر من اول 365، الاوفيس 365، وبعد كده بيتعمل له اوريدي تحديث بما اننا اشترينا الباكج او نزلنا الابلكيشن. طيب، لحد هنا برضو احنا ما اتكلمناش قوي عن فكرة تحليل البيانات باستخدام الاكسل. احنا كلنا عندنا بيانات اوريدي، البيانات دي بتبقى خام، بتبقى بتحتاج ان انا اوريدي الداتا دي، لو عندي الداتا دي بتتجمع من ايه؟ بتتجمع من اماكن كتيره قوي. ممكن يبقى عندي سنسورز بتجمع داتا، ممكن نبقى اوريدي بنعمل ترانزاكشنز يوميه خلال الشغل بتاعنا او خلال اي تفاصيل خاصه بينا. ممكن نبقى اوريدي الداتا دي متجمعه وموجوده، حد بيكتبها في طرق جديده كتيره جدا. الداتا موجوده عندي. طيب، الداتا اللي موجوده عندي دي بتتخزن في ايه؟ من ضمن التولز المهمه جدا هي الشيتات الخاصه بالاكسل او السي اس في فايلز، والاثنين برنامج الاكسل بيتعامل معاهم بشكل اساسي. طيب، بنتعامل معاهم يعني بنعمل ايه؟ والله احنا الداتا اللي موجوده دي هي كلها مواد خام، وهي تعتبر لسه الروز بتبقى فاكت كده، ما فيهاش اي تفاصيل نقدر نطلع منها. لان لما قدامي كل المبيعات بتاعت السنه، انا كل رو بيمثل لي ترانزاكشن او عمليه بيع، بس ستيل انا ما عرفتش هو ايه اكتر منتج اتباع، او ايه مجموع المبيعات بتاعي، او ايه التفاصيل اللي انا بعتها الشهر ده، ايه التفاصيل اللي انا بعتها الاسبوع ده، الترند بتاع المبيعات خلال الشهر كان ماشي ازاي، امتى عالي، امتى نزل، هل مثلا قبل فترة الأعياد المبيعات بتاعتي بتعلى ولا لأ. كلها تفاصيل أنا بحتاج أبقى لازم أفهمها علشان أقدر أحلل البيانات بتاعتي أو عشان أطلع من الداتا. والله اللي بيساعد عشان أقدر الأول أنظف الداتا وأعالجها وأطلع أطلع منها بداتا جديدة. لو أنا عايز أشوف الداتا اللي موجودة جواها،
ابتدي عشان اقدر اخد قرار بشكل افضل. كل ده برنامج الاكسل يقدر يساعدني في ده. طيب الاكسل ازاي بيساعدك ان انت تنظم الداتا بتاعتك او تبقى موجودة بشكل سهل او بسيط؟ والله هو بيوفر لك طريقة سهلة جدا، لان هو بيخلي لك الداتا كلها في كولمز وروز، وهي الطريقة المثلى ان احنا نقدر نخزن الداتا الاستراكشرد او الداتا اللي موجودة في الجداول. وبالتالي هو بيقدر يقراها، ومن خلال الاكسل اقدر اقرا العلاقات اللي موجوده ما بين كل كولوم والتاني، او ما بين كل عمود والتاني. اشوف البيانات منظمه ازاي، اقدر اشوف المبيعات فين، المناطق الخاصه بالمبيعات كانت ايه، الاسامي، الناس اللي بتبيع مين او الناس اللي بتشتري مين. كل الحاجات دي كلها لو عندي قائمه بموظفين الشركه بتوعي على سبيل المثال اللي بيبيعوا، فانا عندي اسم الموظف، عندي القسم اللي شغال فيه، عندي الراتب الخاص بيه. كل الحاجات دي كلها أنا محتاج ابتدي ارتبها واشوفها علشان ابتدي احلل الرواتب مثلا بتاعتهم. انا بتكلف كام كل شهر رواتب الموظفين دول؟ مين اكتر موظف بياخد مرتب؟ هل المبيعات بتاعته بتبقى قد المرتب اللي بياخده ولا لا؟ كل دي حاجات انا ببقى محتاج احسبها. كمان الاكسل فيه، او يعني خلال استخدامنا هنعرف ان الاكسل فيه معادلات وفانكشنز وفورميولاز انت بتستخدمها بشكل اساسي خلال شغلك علشان تبتدي تطلع بالنواتج بتاعتك دي بشكل اسرع واسهل، عن طريق ان انا بس بكتب فانكشن سريعه هي بتطلع لي الناتج دي، وتقول لك والله هو مجموع المبيعات بتاعتك كانت كذا، الناس اسامي العملاء اللي عندك اليونيك كاستمرز كانوا كذا. التفاصيل دي كلها بنقدر نعملها عن طريق فورمولا. بالتالي الاكسل بيبقى مفيد جدا في ده. الاكسل كمان مفيد في التحليل الاحصائي المتقدم. لو انا عندي يعني ادفانسد اناليسز ليه علاقه بالاحصائيات كمان ده او الاحصاء، يعني الاكسل بيساعدك تعمل ده، لان بيبقى جواه اوريدي معادلات جاهزه لده، سواء ان انت تشوف كاروليشن ما بين متغيرين، او ان انت تقدر تعمل فوركاستنج لداتا معينه نتيجه للداتا اللي موجوده. يعني انا لو عندي الداتا اللي موجوده خلال مبيعات اخر 10 سنين، ممكن اقدر اتوقع ببعض الفانكشن البسيطه اللي جوه الاكسل السنه الجايه انا ممكن اكسب كام، او اوصل لكام. تبقاش بالدقه الكافيه، يعني زي مثلا البايثون لو بنينا موديل ليه علاقه بده، ولكن اوريدي يقدر يعمل لك ده برضه بشكل يعني اقرب الى الواقع والصحه. ف كل التفاصيل دي نقدر نستخدم فيها الاكسل. وكمان الاكسل بيبقى فيه حاجه اسمها بيفت تيبل، والبيفت تيبلز بتسهل عليك ان انت تقدر تطلع بيه الداتا اللي موجودة دي، الداتا الكتيرة الملخبطة اللي قدامك اللي هي انت شايفها ترانزاكشنز كتيرة، سنين كتيرة، تفاصيل كتيرة. كل ده اقدر اعرف هم انا عندي كام سنة عن طريق بس دراج اند دروب. انا ايه هي السنين الخاصة بيا الموجودة في الداتا، كل سنة كان فيها المبيعات قد ايه، التفاصيل الخاصة بكل سنة فيهم. نقدر كمان نعمل للانسايتس اللي بتطلع دي او الارقام اللي بتطلع دي فيجواليزيشن علشان يقدر يبين لنا ايه هي النتائج بتاعتي دي، ولكن في تشارت او صور او يعني شكل رسم بياني بيبين لك كل النتائج بتاعتك. ده بالنسبة لي يعني ده كان مدخل بسيط جدا للإكسل، تفاصيل خاصة بيه ازاي نعمله داونلود. هتقدروا تعملوا داونلود من اونلاين، ممكن نسيرش عليه ونعمل داونلود مباشرة. هتلاقي اللينك بتاعه ليه كل التفاصيل الخاصة بالداونلود. اعملوا ده، وممكن نبتدي نشتغل على الاكسل بتاعنا والتفاصيل الخاصة بيه. كل حاجة موجودة فيه هتبقى عاملة ازاي، كل ده هنشوفه خلال الفيديوهات الجاية.